السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا، يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حبايبي فيديو روتين كده عند الطيور. قلت اقول لكم انا عملت ايه في الحل اللي كان لما اتكلمنا مع بعض كده عن البطة، وازاي اعزلها، وازاي ان انا ابعد عنها الفراخ عشان تعرف تنام براحتها، وعلشان تعرف ان هي ما تخافش على البيض وتاكله زي كل مرة او كده. طبعا حبايبي في الكومنتات اقترحوا عليا كلام كتير قوي، وقالوا لي حلول حلوة بصراحة بجد يعني. انا برضو بس علشان خاطر انا هنا اللي شايفة يعني، جربت الحلول وعملت ان انا ايه يعني، مسكت الفراخ وقلت هقصقصها وادخلها معاهم برضو. بس للاسف لقيت ان الفراخ برضو علشان انا احجز على البطه واحط لها اكل وميه لوحديهم، عمالين برضو بيشوفوا اي مكان يدخلوا، علشان هم متعودين على المكان اللي بيبيضوا فيه ده، مش بسهوله ان انا ايه هبعدهم عنهم كده غير لما اقفل عليهم بره. فبصراحة أنا احترت معاهم، فجيت قلت لا، كده كده هيبوظوا البيض وهيبوظوا، خسارة حرام. البطة برضو نايمة على 14 بيضة، وما صدقت ان هي ربنا هداها ونامت. والفراخ كده كده مش كتير، وهم بيحبوا الجري والتنطيط. انا بقى حطيت لهم اكل بره وميه كده زي ما انتم شايفين كده حبايبي. الذكر اهو برضو عزلته، لان هي كده خلاص خلصت بيض، فكده هي مش محتاجه الذكر. احنا كنا محتاجين الذكر معاها في البيض علشان خاطر ايه، يخصب البيض معاها، علشان البيض يطلع متخصب ويطلع فيه ولد ولا حاجه. دلوقتي خلاص هو الذكر عشان يكبسها دلوقتي بعد ما هي خلصت بيض ورقدت على البيض، فكده هتعبي بيض جديد وهتقوم مش هتنام على البيض القديم. فطبيعي ان انا لازم ايه، اعزل الذكر بعيد عنها خالص واطلعه بره هو كمان. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هو اهو الدكر اهو تحت عربيه، في هنا بقى المكان هنا ايه، عشان في عربيات وكده، ففي ضله تحتيهم بيجروا ويجروا، وساعه الحته ما تبقى شمس بيضللوا تحت العربيات دي ويروحوا جايين ايه، نايمين كده زي ما انتم شايفين او واكلين، وانا بحط لهم الاكل برده والحاجه في الضله تحت العربيات كده. هو اي نعم انا معاكم ان الجو حر وشمس والكلام ده كله، بس الاوضه كاتمه عليهم جوه برده، والله يا جماعه الاوضه جوه حر كاتمه جامد. يمكن هم هنا كده بيتنفسوا في الهواء وبيجروا، ولقوا حته ضله زي العربيه كده بيروح نايمين تحتيها. وايه لحد اليوم ما بعدي لحد الساعه 6 بس كده او 7، ببص الاقي الجو بقى حلو جدا. بلاقي الجو يعني ايه، بسم الله ما شاء الله، على الساعه 6 او 7 عندنا كده الجو الهواء بيخبط فيه، علشان طبعا احنا متفتح حوالينا وكده، فالهواء بيبقى ايه، بحري يعني، عمال ايه بيبقى بيخبط في كل حاجه، فبيبقى الجو تراوح حلو. هم بصوا ادي كده الفرخ، الثمان فرخات اهم بيشربوا ميه، جيت دلوقتي علفت لهم وحطيت لهم الميه والاكل، بيشربوا في الميه اهم، وعملوا مكان للبيض بتاعهم. برضو انا برضو عرفت ان انا ايه، انا بقى عرفت يا حبايبي ان انا ايه، اعمل لهم برضو ايه، مكان يبيضوا فيه، هم اتعودوا لوحديهم يعني. واحده باضت في المكان دوت، فهو بصوا العجل اللي زي ده كده عملوا مكان وجم. بصوا هي الاوضه اهي، الاوضه اهي يعني مش بعدوا عن الاوضه ولا حاجه. حطيت لهم انا بتاعه الارانب اللي في العلبه اللي انتم شايفينها دي، عشان خاطر يتعودوا ويبيضوا عليها ويبيضوا فيها، يعني واحده بس اللي بتبيض فيها، والباقي بيجي هنا. بصوا معايا، بيجي هنا ينزلوا في الحته دي، عشان الحته دي طراوه وامان ومتداريه، فبيجوا ينزلوا وسط الحديده دي كده ويروحوا بايضين فيها. ده بصوا، ده البيض ده بتاع الصبح اهو لسه هشيله. طبعا انا قايله لكم ان انا عندي 8 فرخات، والثمانيه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني، اللهم زد وبارك. لما انا اتكلمت معاكم في الفيديو على الناس اللي عايزه تجيب الفراخ البياضه دي، ان هي تجيبها، ومشروع حلو ومشروع مربح جدا، ما فيهوش اي خساره، مش مكلف، الاكل بتاعهم عادي جدا، مش هيتعبوكوا في حوار الاكل او هيكلفوا معاكم في حوار الاكل ولا حاجه. هتاخدي منهم انتاج بتمنهم، وبعد كده هتلمي تمنهم وزياده، وهتاخدي منهم مكسب في حوار البيض دوت. انا زي ما انا قلت ليكوا ان الموضوع ان انا عندي 8 فرخات، من 8 فرخات انا باخد في اليوم 8 بيضات، يعني لو حسبناها هتلاقوني في الثلاث اربع ايام بكون مجمعه طبق البيض. انا ببيع هنا طبق البيض ب 150 جنيه، على حسب بقى في عندك الاسعار، وعلى حسب البورصه، وعلى حسب سعر اليوم. يعني بصوا بجيب اكلهم في 3 ايام وزياده كمان، وباخد مكسب. هم طبعا عمرهم ما هياكلوا في 3 ايام ب 150 جنيه 8 فرخات يا جماعه.
انا لو جبت لهم كيلو علف او 2 كيلو علف ممكن يكفوهم الاسبوع مثلا، او يكفوهم 5 6 ايام. فطبعا ان انا اجمع في الاسبوع طبقين بيض ب 300 جنيه اكتر من اكلهم. فبسم الله ما شاء الله يعني. ده البيض بتاع الصبح اهو، عملوا مكان الحمد لله. انا كنت شايله هم البيض جدا، وشايله هم ان هم هيبيضوا فين، وكنت خايفه ان البيض ما لاقيهوش عشان المكان واسع جدا. فانا كنت خايفه ان انا ما الاقيش البيض بعد كده، واجي احتار ان انا الاقيه او يضيع مني مكانه. فالحمد لله يعني ستر ربنا، ربنا دايما دايما بيقف مع الواحد ويحلها من عنده ان شاء الله. يمكن ربنا رايد لي الرزق ورايد لي ان البطه تطلع بط صغير وانتج منها. والحمد لله تملي ربنا واقف جنبي، يعني بحمد ربنا قوي قوي، وبقول الحمد لله في السراء والضراء، وبحمد ربنا على كل حال. عرفوا ان هم يبيضوا في مكانهم اهوت. عملوا مكان لنفسيهم، وبسم الله ما شاء الله كلهم كده. فاضل 2 بس اللي هيبيضوا. ال2 دول يعني ممكن على اخر النهار كده برضو هاجي الاقي البيضتين بتاعتهم هنا في نفس المكان ده كده برضو. انا دول 6 بيضات اهمت اللي انا جمعتهم بتوع الصبح، هاخدهم واخر النهار باجي. فمشكلتي كده اتحلت في موضوع ايه البيض، ان انا كنت شايله همه. وكمان مشكله الضله زي ما انا شايفه. بص هو تحت العربيات ضله اهو، المكان برضو مضلل، ان كان حته فيها شمس ما بيروحوش عليها، وبيجوا على الحته الضله دي كده وايه ويناموا فيها. طبعا الاوضه اهي يا حبايبي مش بعيد عن الاوضه، هم هنا حوالينا برضو يعني. بصي هم حوالين الاوضه اهو، مش بعيد عنها ولا حاجه. هنا بقى الاوضه بقى بقت خاليه للبطايه تماما. تعالوا كده اوريكم البطايه واوريكم ان هي ايه كده نايمه في امان. بصوا الاوضه اهي كلها بقت خاليه ليها، مفيش حاجه، في هدوء جنبيها وفي حواليها هدوء. هي كده مطمنه. بحط لها اكلها، وطبعا انا غيرت الميه، شلت الجراكن اللي كانت الكبيره علشان خاطر هي ما تغرقش نفسها ميه وتروح تنام على البيض وهي غرقانه، فايه تبوظ البيض. طبعا انا كده حطيت السقايه ليها، وبملى السقايه ليها ميه واحطها لها هنا في المكان ده كده، تقوم تشرب وتاكل وتروح على البيض بتاعها تاني تنام في امان وهي مطمنه. اهم شيء عشان ترقدي البطايه او ترقدي حاجه عندك لازم توفر لها مكان امان، تبقى حاسه ان هي في امان. انا في المرتين الاولانيين اللي البيض باظ فيهم هي ما كانتش حاسه بالامان، فكانت بتاكل البيض من خوفها على البيض، تاكله الفراخ تبيض عليه فيتكسر. فما كنتش عارفه ان انا اتحكم ولا عارفه ان انا اعمل ايه. انا هوريها لكم وهي نايمه. ده بصوا حطيت لها اكل. طبعا البطه بتبقى قايمه من على البيض جسمها سخن، فعايزه ميه، فممكن تستحمى في الميه وهي مش عارفه، فتروح تنام على البيض فتبوظ البيض يحيد منها، يبقى كده خساره. لا انا بحب املى سقايه زي كده يا حبايبي بس. فانا بملى سقايه زي ده واحط لها فيهم الميه يا حبايب قلبي، هي بتقوم تشرب براحتها. بصوا بقى يا حبايبي هوريكم كده البطه بالراحه اهي. بصوا هنا بقى انا زي ما انا قلت لكم كده خلاص، طالما ميتها واكلها وهدوءها جنبها كده الحمد لله، ربنا يصلح الحال يا رب العالمين. انا حسبت لها من نايمه من يوم كام والمفروض هتطلع يوم كام، وهي الحمد لله بصوا مطمئنه جدا ان مفيش حاجه ولا في حد. بصوا بصوا اهي، ربنا يصلح الحال يا رب ليها ولينا ان شاء الله. هي خايفه طبعا عشان انا رايحه، بصوا خايفه على البيض وخايفه على ان هي حد يجي يضايقها. هي كانت نايمه مطمنه ان مفيش حد خالص بيروح عندها ولا فراخ بتضايقها. بصوا اصلا يا دوب المكان على قدها، ما بالك بقى لما فرخه تيجي تقعد معاها عشان تبيض ويفضلوا بقى يعافروا على البيض، فالبيض كان بيتكسر ما بستفادش بيه باي حاجه خالص. اما كده الحمد لله انا اطمنت. انا جربت ان انا هقصقص الفراخ واحطها، بس الفراخ عفاريت برضو ما تضمنش. لا طب ما انا هقصقص الفراخ وهدخلها برضو انا مش ضامنه بصراحه والله العظيم. فخفت قلت لا طب ما انا بدل ما اعمل كده، ما انا عندي المكان واسع بره والدنيا الحمد لله واسعه، وكده كده هم مش كتير الفراخ، ولا كده كده هفضلها الاوضه زي ما انتم شايفين. والحمد لله هي كده في امان ومقفول الباب عليها ودنيتها كده فل، وطالما معاها ميه الميه والاكل بتاعها كده تمام خالص، وكده الاوضه هاديه كده الحمد لله ان شاء الله. ربنا يصلح الحال يا رب. هنتابع مع بعض لحد لما نشوف اليوم اللي هي نايمه فيه نفس اليوم في الشهر ان شاء الله. هي بتقعد شهر، ممكن في الصيف تقعد اقل يعني من شهر، مثلا 28 يوم 29 يوم او 30 يوم بالكتير في الصيف. لو في شتاء ممكن تقعد لها 32 يوم. فان شاء الله انا حاسبه لها شهر بالظبط، مديها مهله وهتابعها. وبرده انا بتابعها كل يوم، بحط لها اكل وميتها. تبدا تنام 10 ايام بس كده. هشوف البيض في متخصب وفي اللي مش متخصب فيها هشيله، وهتابعها بقى. وان شاء الله ربنا يصلح الحال لينا وليكم وتشوفوا معانا، وربنا يسهل الامور يا رب. يكون وشكم وش السعد عليا زي ما كانت وش السعد عليا في القناه كده يا رب العالمين. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.